ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هنعمل مع بعض النهارده القمر اللي قدامكم ده، كنافه الفور سيزون ب4 صوصات مختلفين: صوص الكندر وصوص النوتيلا وكمان اللوتس، ومعانا بالمانجا. هنعمله بطريقه سهله جدا جدا وبجد حاجه وهم. يلا بينا بقى ندخل ونشوف. معانا هنا حوالي 300 جرام او 350 جرام من الكنافه. طبعا انا حطيت عليها معلقتين من السكر وغلفتها بالسمنه وهحمرها في الفرن، وده شكلها بعد ما اتحمرت في الفرن. بنقلبها كل شويه لحد ما توصل للون الذهبي الجميل ده، وهنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص ونقدر نستخدمها في اي وقت، مش شرط في نفس اليوم. يلا بينا بقى نعمل الكريمه مع بعض. معانا عشان نحضر الكريمه الجميله اللي هنستخدمها في الاربع طبقات او الاربع صوصات. معانا كوبايه كريم شانتيه او كريمه لباني بودر. معانا كوبايه كبيره من الميه، ومعانا كمان معلقتين كبار او 3 من السكر. انا هستخدم كوبايتين ميه بس، هنزل بالميه بالتدريج. نزلت الاول بالميه مع السكر وضربتهم نص ضربه كده، تمام. وهبدا انزل بكوبايه الكريم شانتيه، هضربها لحد ما اوصل للقوام المطلوب. ومعايا الميه هستخدمها تدريجيا. هنا القوام معايا تقيل، انا مش عايزه القوام تقيل، فهبدا انزل بالراحه بالميه، نص كوبايه في نص كوبايه. انا بالظبط استخدمت حوالي كوبايه الا ربع كمان، يعني كل المقدار كوبايتين الا ربع من الميه، عليهم كوبايه كريمه، وكمان عليهم 3 معالق من السكر، تمام كده. ولو عندك قشطه علب استخدميها، ما عندكيش تقدري تستخدمي قشطه اللبن. انا هنا استخدمت معلقتين كبار من قشطه اللبن. هضرب بقى الكلام ده تاني كويس، بتدي طعم حلو طبعا، وده هيبقى القوام المطلوب معايا، تمام كده، حلو جدا. يلا نقول بسم الله. الكنافة بتاعتنا بقى هنحط عليها معلقتين او 3 من العسل او السيرب التقيل، وطبعا انا عملت معاكم السيرب بتاع الكنافة التقيل، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هقلبه كويس بقى كده، خلاص تمام. عندي البولة دي بولة اكليريك فور سيزون مربعة، تقدري طبعا تطلعي بيها مشروع. وعندي الاكياس دي اكياس استخدام مرة واحدة، تمام، هنستخدمها برضو في الوصفة. هاخد بقى جزء من الكريمة علشان خاطر توفيرا للاطباق وكده، فانا هاخد في الكيس على طول واعمل الصوص منه في الكيس. وبعتذر عن صوتي يا جماعة، معلش والله، هو البرد مش بيسيبني الايام دي، فالحمد لله. هاخد بقى معلقتين كده، وعندي قطع من المانجا الصغيرة. انا طبعا مقطعة المانجا بتاعتي شرايح ومقطعاها كمان مكعبات، شايفين. هنزل بقى بيهم كده واقلبهم كويس قوي. دي بقى المانجا اللي هحشي بيها، زي ما انتم شايفين هقلبها كده، وكمان هعززها بجيلي المانجا الجاهز عشان يديها كمان لون وطعم حلو. اول حاجه هنزل بطبقه من الكريمه، والطبقه الكريمه هنا هتبقى طبقه خفيفه. عايزه اقول لك ان السيرفيس ده بيتباع غالي جدا في المحلات، تقدري طبعا انتي تعمليه وتطلعيه يطلع معاكي 280 او 300 كمان، طالما بتستخدمي حاجات اورجانيك، تمام. وهيبقى معاكي حلو جدا، سعر البيع ليه. هنزل بطبقه بقى من الكنافه كده. طبعا انا مسرعه الفيديو شويه طبعا. طب ظبطت طبقه الكنافه، وهنزل برضو بطبقه خفيفه من الكريمه كده. شايفين لما حطينا جيلي المانجا ادى اللون حلو ازاي. هفرد الطبقه بقى بتاعتي حلو، وهقدر في الوقت ده ان انا احط حتت المانجا الصغنونه. لما جيت اقطعها مكعبات طبعا في حتت صغنونه مني اتهرت معايا، هحط طبقه خفيفه كده، وكمان هحط معلقتين 3 من جيلي المانجا كده في الحروف، تديني بقى لون حلو كده وشكل جمالي، حاجه عشوائيه كده، تمام بالشكل ده شايفين. هبدأ بقى احط طبقة كنافة تاني، ودي هتكون طبقة الكنافة الأخيرة بالشكل ده كده، وهساوي الطبقة بتاعتي كويس جدا، تمام كده. وهضغط بظهر المعلقة بتاعتي واساوي الطبقة بتاعتي كده، تمام معايا. طبقة الكنافة مناسبة جدا. هحط بقى طبقة أخيرة من الكريمة، وزي ما قلت احنا بنحط طبقات خفيفة بالشكل ده. عايزة اقول لك
الكنافة بالمانجا بالكريمة اللي احنا عاملينها مع بعض. طبعا دي قطع مانجا بتنزل معايا بتدي طعم حلو قوي، بتبقى طعمها بجد خرافة. عايزة اقولك كمان الاربع اطعم احلى من بعض بجد. هسوي طبقة الكريمة بالشكل ده وهسيبها بقى، هخلص بقية الطبقات وبعد كده هنعمل التوبنج النهائي. انا هنا المفروض كنت احط طبقة كريمة زي ما حطيت، بس انا نسيت واشتغلت نوتيلا على طول فما فيش مشكلة. انما المفروض احنا بنحط طبقة كريمة. طبعا النوتيلا عملت نفس الموضوع، خدت شوية من الكريمة وحطيت عليهم شوية من النوتيلا، وده كده بقى معايا كريمة النوتيلا. هحط طبقة زي ما انتم شايفين كده من الكنافة. انا بعمل معاكم بقى اللي عملت معاكم الطبقة الاولانية وهعمل معاكم التانية، وهنسيب بقى ايه بقية الطبقات هنعملهم بنفس الترتيب مع اختلاف الكريمات. يعني اللي بالكندر هناخد شوية من كريمة اللي احنا عاملينها ونحط فيها معلقتين 3 من صوص الكندر وهنقلبهم، ودي هتبقى كريمة الكندر. وهنعمل الطبقات زي طبقات المانجا بالظبط، طبقة كريمة، طبقة كنافة، طبقة صوص كندر بسيطة، بعد كده طبقة كنافة، طبقة كندر، كريمة كندر. هحط بقى هنا شوية نوتيلا كده حاجة عشوائي زي ما قلتلك. بنفس الترتيب هنمشي بقية سواء في اللوتس او في الكندر. شايفين؟ هكمل بقى احط طبقة كنافة. الكنافة طبعا لما بنحمرها في الفرن بتدينا نتيجة حلوة جدا ومرضية، وكمان مش بنهدر في السمنة بتاعتنا، لان اللي بتتحمر من على البوتاجاز بتتكلف او بتاخد سمنة كتيرة قوي. فبصراحة دي هنا بنديها السمنة المظبوطة بتاعتها وبتبقى تمام. هحط زي ما انتوا شايفين كده طبقة الكريمة، وزي ما انتوا شايفين كده الطبقة برضو هنقول ان الطبقة تبقى مش كتيرة، تبقى طبقة خفيفة علشان لسه هنحط صوص النوتيلا على الوش. تمام كده، وذراعي دوت في ترتيب الطبقات. دي بقى جزء من الكريمة حطيت عليها شوية من صوص الكندر، وده صوص الكندر انا سيحته مع معلقة زيت، دول معلقتين كبار. وهبدأ انزل بس كده خطوط عشوائية تحت في القاع بتاع الجزء المخصص ليه، وهنزل برضو بطبقة من الكريمة بالشكل ده وهفردها، وهكمل بقية الطبقات. وكده انا حطيت خلصت كل الطبقات بالترتيب. وهبدأ بقى لأول طبقة معانا هنا النوتيلا. معايا معلقتين من النوتيلا كبار سيحتهم مع معلقة من الزيت على حمام ميه. لو عندك مايكرويف تدخليهم الميكرويف مفيش اي مشكله. هنحطها بقى بالطريقه دي كده ونملى بيها الطبق، بس لازم نراعي ان احنا واحنا بنحط نخلي الطبقه كده طبقه حلوه. تمام. وكمان كان عندي كريسبي وحطيته كده عشان تدي شكل البابلز. نقدر نكتر ونقدر تستغني عن الخطوه دي زي ما تحبي. ده التزيين. هكمل بقيه التزيين وارجع لكم بقى وتشوفوا الشكل النهائي بالتزيين اللي انا عملته. وده التزيين النهائي. حطينا بسكوته من اللوتس كده وجزء من زبده اللوتس طبعا كصوص لفوق، وحطينا بسكوت مفرفت كده من اللوتس. وهنا بالنسبه للنوتيلا حطيت واحده من الكيت كات وشويه فستق. وهنا حطينا واحده كندر مع صوص الكندر طبعا، والمانجا حطينا القطع بشكل حلو، وحطينا شويه من الفستق والورق الدهني. لو عجبتك الوصفه وعجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وان شاء الله باذن الله انتظروني في وصفات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم.